بتوجيهات مركزيه 100% يعني، وبنشتغلها ضيعه ورا ضيعه، بلديه ورا بلديه. تقول لك بكل صراحه السلطات المركزيه يعني تحديدا وزير الداخليه عمل كل التعميم يلي ممكن يعملها بهالخصوص. صحيح. اذا بتسالني هلا وين التقصير ومين في حلها؟ البلديات. لاحظ معي شغله، البلديات يلي شدت حالها يعني من بلديه الدكوانه لبلديه بشري وما بينهما اللي شدوا حاله صار الوضع طبيعي. شو يعني؟ يعني المواطن السوري الموجود وراءه كامله وراءه شرعيه وعنده اجازه عمل موجود وعم بيشتغل، هداك بطل موجود ولا عم بيشتغل. فاذا وبدي استفيد من هالمناسبه تقول في كتار رؤساء بلديات من شي جمعتين رفيقنا رازي الحج كان على التلفزيون مثلا وعطى امثله كيف في بلديات تصرفت بالتعاميم اللي بعتها وزير الداخليه يلي بحد ذاتها كافيه وقدرت صححت مشكله الوجود السوري عندها، وفي بلديات اخرى متواطئه او متخاذله او ما بدها تشتغل وبالتالي ما عم تكلف حالها عناء انها تعمل اي شيء. موضوع النازحين السوريين من بعد تعاميم وزير الداخليه انا بعتبره صار عند البلديات. بدي اتمنى على كل بلديات لبنان ما بدها شيء ياخذوا تعاميم وزير الداخليه يتصرفوا على اساسها، بنخلص من 90% من مشكله النازحين السوريين.